يا اهلا وسهلا. اليوم نشارك معكم هاد البريوات ديال الروز اللي حلوين من المطبخ المغربي القديم، كيجيو بنين بزاف ولدات واقتصاديين ومعلكين ومتبعوش منهم. غادي تحتاجوا الرز الابيض اللي كيتعجن، غادي تغسلوه مزيان تيصفى من الماء ديالو وغديروه في كاسرونه وغترويوه بالماء والحليب، يعني نصف كميه ديال الماء ونصف كميه ديال الحليب. هادشي فاش كنطيبو انا، ممكن ديروا غير الماء ولكن هكا كيجي بنين اكثر. غتردوه فوق نار مهيله وردوا معاه البال لحقاش دغيا كيطيب. من بعد ما طاب كيولي على هذا الشكل هذا. كنضيف عليه اللوز مهرمش اللي طحنت معاه شويه ديال المسكر الحر مع السكر كلاصي، وكنضيف شويه ديال الزبيب اولا التمر اللي كيبقى على حسب الذوق ديالكم، والقرفه والحليب المحلى المركز نيسلي. كنخلط الكل جيدا، كيولي القوام على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. الحشوه خاصها تكون عندكم بارده باش ما تقطع لكمش الورقه. وكناخذ الورقه ديال البسطيله كنقسمها على نصفين، والنصف كنقطعوا على الشكل هذا على شكل اشرطه. ديروها في بلاستيك غطائي باش ما تبقاش تقطع لكم، باش كتبقى طريه. وكناخذ واحد الكويره ديال الروز وكنديرها بهذا الشكل هذا، كنقروا لي فيها كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. اللي شاط كنقطعوا بالمقص وكنجمعها بالطحين على الشكل هذا اللي مخلط مع شويه ديال الماء. نتمنى الفيديو يكون واضح وصافي. من بعد ما ساليت كيكون الشكل ديالها هو هذا، كتجي مفينيه وزوينه. وكنستف البريوات ديالي في بواطه غذائيه وكنفرق بيناتهم بالبابي كويسون وكنخشيهم في المجمد. ومنين كنبغيهم كنجبد قياسي كنقلي شويه في الزيت وكندوزهم في العسل حتى كيتشربوا مزيان. وبالنسبه للتزيين السكر كازي والقرفه، وهادشي اللي كاين بالصحه والراحه. بسلامه.